لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكمال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رسالة سلام. هذا البرنامج كنا نتحدث فيه عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحب وما يكره، وقد قطعنا فيه أشواطا طيبة، ثم كنا نوقف هذا الدرس لبعض الحوادث وبعض الأمور من أجل التعليق عليها، وحتى نواكب العصر. اليوم سنتحدث إن شاء الله معكم حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن تحدثنا عن مقدماتها، ووصلنا تقريبا في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وربطنا بين هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة شعبنا الإريتري المسلم، وكيف أن الهجرة مفتوحة إلى قيام الساعة، ولكن جهاد ونية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهجرة تكون إلى بلاد المسلمين، وأن نحذر من بلاد الهجرة إلى بلاد الكفار. كل ذلك علقنا عليه وسوف نعلق عليه جميعا. بقي لنا في هذا الحدث العظيم، في هذه النقلة النوعية الكبيرة للإسلام والمسلمين، وكيف أنهم أسسوا دولة فتحت مشارق الأرض ومغاربها. الهجرة النبوية حدث عظيم يجب أن نتعلم منه. لذلك بقي لنا أن نعرف متى وصل النبي عليه الصلاة والسلام، كم المسافة التي قطعها، ما الأمور التي واجهته في داخل طريق الهجرة، من الذي دله على الطريق الآخر، فلماذا أيضا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مختبئا. كل ذلك إن شاء الله نطرحه على فضيلة شيخنا وحبيبنا وأخينا وتاج راسنا الشيخ عبد العزيز عطا. باسمكم جميعا نرحب به، وأيضا نقدم لكم هذه المفاجأة الطيبة. أهلا وسهلا بك. حياكم الله شيخ برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورت الشاشة أبو عبد الله. الله يجزاكم خير. يا سلام، حقيقة لا أدري بأيهما أفرح. اي والله. الله يبارك. أهلا وسهلا الشيخ عبد العزيز. إذا مشاهدي الأكارم، هذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه. نسأل الله تعالى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا، وأن تشاركوا معنا أيضا من خلال الأطروحات، نتحدث عن الهجرة من باب التذكير ومن باب التعليم ومن باب أيضا الواقع الحاصل اليوم. لذلك أول ما نقول شيخنا الشيخ عبد العزيز لمحة خفيفة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. احنا قدمنا للمشاهدين حقيقة والمتابعين جزاهم الله خير أننا تحدثنا عن مكة المكرمة وكيف أذت النبي عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا عن طريقة خروجه ومكثه في غار ثور 3 أيام. حدثنا عن هذا بالتفصيل، والآن بقي لنا كيف باشر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، والميكروفون بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، شيء من المفخرة، وشيء من العزة، وشيء من الروحانية العجيبة عليه الصلاة والسلام. فيكفيك شرفا أنك كلما ذكرته صليت عليه ونلت من الحسنات ما الله به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرتم عن أذية قومه له، ووقعوا طبعا بين 3 خيارات كما قال الله سبحانه وتعالى:
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. نعم. الأول هو الحبس، نعم. الثاني هو القتل، الثالث في النهاية إذا ما قدروا عليك طردوك من البلد. فبعد هذا وقد وصل إلى الغار، الآن بدأت الخطة، خطة الهجرة. نعم. طبعا قريش بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مقلوبة تبحث عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على خليله صلى الله عليه وسلم وعلى عبده أبي بكر خليل صاحبه أو صديق صاحبه عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فأنزل عليه السكينة والطمأنينة. وأما أبا بكر فهو لا يزال منشغل خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا أبا بكر هل لو نزل شيء هل تحب أن يكون بك دوني؟ قال: نعم يا رسول الله. فقريش مقلوبة. طبعا الطرقات المعهودة. دعنا نقف في هذه النقطة شيخ عبد العزيز. ما شاء الله ذكرت أنه قال أنه يفديه رضي الله تعالى عنه بروحه ونفسه. اليوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينال منه ويسب ويشتم مع الأسف من قبل الكفار، كما سمعنا في فرنسا ومن قبل دنمارك وبلجيكا والآن من الهند. تمام. يعني لا نريد أن نمر في هذا الموقف العظيم من الصحابة وأبو بكر وهو يقول نحن دون أو شيء من هذا القبيل دون أن نعلق. فما هي تعليقكم؟ الحدث هذا حدث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضوان الله عليهم يفدونه بأرواحهم. يا سلام. وكم من المواقف التي وقف فيها حينما كان في غزوة أحد، مات دونه يمكن 9 من الأنصار أو ما يقارب ذلك، ثم مات كذا وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن طلحة شلت يده في ذاك اليوم بضربة سيف وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلمون الآن يعني يحاولون الدفاع، ولكن الأمة الإسلامية في حالة ضعف يا شيخ برهان، في حالة ضعف لا تألو على نفسها، في حالة ضعف من ناحية دينها، ولهذا سلط عليها عدوها، فهي بعيدة عن دينها بعدا كبيرا إلا ما رحم ربي. فلهذا السبب تجد الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: كلا ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مع الأسف. للأسف. فهذا الحاصل. يعني الآن أمة تعدادها ملياري بشر يؤمنون بهذا النبي الكريم وهو رمزهم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ويسب ويشتم، ويعني النتيجة شجب واستنكار. شجب واستنكار بس، حتى ليس هناك قطع علاقات، طرد سفراء أو فالله المستعان. طيب نواصل. لقد ذل من بالت عليه. هذا دليل على أن الأمة لا، يعني أنا أقول الأمة فيها غيرة، لم تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم ولم تقدم. الأمة عامة الناس فيهم غيرة، وقد رأيت ما حصل في الهند، كيف الناس ثاروا، ومنهم من قتل، ومنهم من قتلته الشرطة، ومنهم من أخذوه وسجنوه. هذه عاطفة العامة في الدفاع عن رسولهم صلى الله عليه وسلم. لكن قليلة يا شيخ عبد العزيز. هي قليلة لا شك. وين احنا مليارين؟ والله لو هؤلاء الملياران خرجوا يا شيخ عبد العزيز لاهتزت الدنيا. هذا الذي أخبرتك سابقا حتى نلاحظ هذه، أن الأمة منشغلة بدنياها. أيوة. وضعفت في دينها. لهذا السبب قامت المظاهرات في جميع أنحاء العالم، ملياران خرجوا، مش مليون ولا مليونين، مليارين لو خرجوا. يا رجل لو خرجوا 200 مليون. 200 مليون كيف كان حيكون الوضع؟ كان حيعملوا لهذا الموضوع. فالقضية إذن هذا يعطينا مؤشر
أن الأمة لم تقدر نبيها حتى الآن. عليه الصلاة قال والسلام تعالى: لم أم لم تقدر يعرفوا ربها رسولهم فهم له منكرون. لم تقدر ربها. لم تقدر ربها في هي لو الأساس قدرت وتركت نبيها دينها قدرت لا قدرت نبيها صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة كبرى. فلذلك ينبغي أن نأخذ من هذا الدرس درسا قويا. ومن المواقف الجميلة التي رأيتها في عامة الناس في مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة من المرار رأيت مقابلات في الشارع يقولون لهم: الآن أنت لو كنت واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول له؟ فوقف يعني السؤال أفزعهم، بعضهم ما استطاع يتكلم، سبقته العبرات، جلس يبكي. يا سلام. جلس يبكي. فلا يعني الشوق والحب الفطري لدى الناس لا يزال موجود، لكن الشوق والحب الذي يؤدي إلى فعل لا يزال ضعيفا. وأيضا لا تنسى أن الشعوب مغلوبة على أمرها، ما تستطيع أن تخرج مثل ما قلت، إلا قمعت كما رأيت القمع الذي حصل لهم في الهند وغيره إلى آخره، حتى لا نخرج عن مسارنا عليه الصلاة والسلام. فكما لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهذا اليوم عدته، وقد كان أبو بكر أعد راحلتين واستأجروا دليلا عبد الله بن أريقط ليدلهم على الطريق طريقا خلاف ما تعودت عليه الناس، ما تعودت عليه قريش، كان هو السير في طريق المدينة المعهود، فإذا ذهب فيه لا شك أنهم سيقبضون عليه الصلاة والسلام وصاحبه. فلهذا السبب اختار طريقا آخر لم يعهده الناس، وأخذ طريق الساحل كأنه ذاهب إلى جدة، فمشى مسافة مع ذلك الخريت أو الدليل الذي يدلهم على الطريق، فمشى مسافة ثم انحرف تجاه الساحل وذهب باتجاه المدينة المنورة. نعم باتجاه المدينة المنورة. كيف كان موقف أبو بكر أثناء السير عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر؟ أبو بكر كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل من له جميل عليه الصلاة والسلام فقد أعاد إليه حقه إلا أبا بكر. الله. فإنه قال: وأما أبو بكر فيكافئه الله. يا سلام. كان عليه رضوان الله يذهب قليلا من أمامه حتى لا يأتيه الرصد من الأمام، ثم يأتي من الخلف حتى لا يأتيه شيء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن يمينه وتارة عن يساره، وهكذا تجده. والنبي صلى الله عليه وسلم في السكينة التي وضع الله عليه يمشي ساكنا عليه الصلاة والسلام، ولكن أبا بكر لا يريد أن ينقطع هذا الأمر العظيم، هذا الخير العظيم الذي جاء للأمة، يريد أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده تارة عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه حتى لا يأتيه السوء. وهكذا حتى وصلوا إلى خيمة أم معبد أول ما وصلوا. جميل. فخيمة أم معبد، وهو الحديث المشهور الذي وصفت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك معلومة ربما يعني قد يغفلها بعض الناس، يعني حتى في معلومة غريبة لأول مرة سمعتها من أحد الدعاة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه أحد، كان نور، ما رآه أحد إلا واحد اثنين ما أدري كم يقول، وهذا يعني كلام غريب جدا رد عليه، فقد رآه الأعراب وغير المسلمين والصغار الذين وصفوه أم معبد وغيرهم، وهم الصحابة حتى رأوه، ولكنهم لم يكونوا يحدقوا النظر فيه حتى يصفوا لك دقيق وصفه إجلالا له عليه الصلاة والسلام، إجلالا وتقديرا له. فالذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا مشركين قبل أن يعرفوه، أو صغار الصحابة كعبد الله بن عباس
وعبد الله بن عمر وغيرهم وعلي بن أبي طالب من صغار الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما جاءوا إلى خيمة أم معبد رأوا خيمتها، وكانت خيمة بدوية متواضعة، فسألهم أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم طعام تقدمونه؟ قالت: والله لا نجد شيئا، يعني الغنم عازبة أو بعيدة في المرعى، ذهبت ترعى ولا يوجد، يعني الرجل حتى خرج ما عندنا أي شيء نأكله. يا سلام. فسألها عن شاة كانت ضعيفة في زاوية الخيمة. قال: وما بال؟ قال: والله إن هذه ما خلفها عن الركب إلا الجهد الذي بها، وما بها من حلاب، ما بها لبن حتى تحلب. فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلبها. قالت: خذها فاحلبها إن كان بها حلابا. نعم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها ودعا بدعوات حتى در اللبن، امتلأ ضرعها وانتفخ ودر اللبن. يا سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإناء فأعطي الإناء فحلب به، فأعطى أبو بكر وشرب، ثم صاحبهما عبد الله بن أريقط فشرب، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ملأ الوعاء لها وأعطاها ممتلئا ولم يأخذ منها شيئا. يعني دعنا الشيخ عبد العزيز هنا يعني نعلق على عدة أمور. الأمر الأول، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن هذه المرأة في مالها ولم يأخذ مالها بقوة، في حين أننا نرى الظلمة من المجرمين ومن المسؤولين يأخذون أموال الناس بالباطل عنوة وقوة. وهذا النبي الكريم الذي جاء بالهداية والنور استأذنها. أعطنا تعليقك حول هذا. هذا طبعا لا شك أنهم، يعني أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه أنه بعثه رحمة للعالمين، رحمة وليس أذية، حتى بل إذا جاء الناس يأخذون منه وهو يتواضع لهم وهم يقسون، هم يسيئون الأدب وهو يحلم عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يأخذ من أموالهم. وإذا قضى أموالهم قضاها بزيادة، وإذا قضى ديونهم قضى بالزيادة، وإذا أراد منهم شيئا استأذنهم بأدب جم لا يوصف عليه الصلاة والسلام. ولا تنسى أيضا أن هذه امرأة خالية ما عندها أحد، فلم يفزعها واستأذنها بها، وهي أيضا تعرف أن هذه الشاة ليس بها حلاب. ويا ترى هذه المعجزات تحصل على يد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. أيضا الأدب الثاني كونه هو صلى الله عليه وسلم آخرهم شربا بأبي. علق على هذا لا شك. وهذا أيضا من أدبه، كونه عليه الصلاة والسلام هو الذي حلبها أيضا، لم يأمر أبا بكر أو عبد الله أن يحلبوها، بل هو بنفسه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام حلب الشاة، ثم أخذ وناول أصحابه وكان آخرهم شربا. يا سلام. ثم بعد ذلك ما قال هذه إناؤك وهذه شاتك، لا، حلب للمرأة وترك لهم طعام بعد أن كانوا ليس بيدهم شيء أو كانوا جوعا، فترك لهم عليه الشيخ عبد العزيز رسالة لكل شيخ وداعية وأمير يعني مسؤول أن يكون متواضعا مع زملائه، مع موظفيه، مع عماله، أن يكون متواضع. هل هناك أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أحد أعظم قدرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أحد يعني أعظم مكانة عند الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو القائل: أنا ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومع ذلك يتواضع. هذه رسالة لجميع الدعاة والمشايخ
وأيضا الرؤساء والحكام أن يتواضعوا. طبعا لما نقول تواضعوا لا يعني يعني التواضع الذي يعني يصل إلى حد الذل والمهانة، وإنما هو التواضع الذي فيه سمة العطف والحنان ويعني التلطف. لا شك لا شك، هذا التواضع عليه الصلاة والسلام، وهو مشهود في تواضعه بأبيه وأمه. لو جلسنا نذكر لاحتجنا إلى حلقات عليه الصلاة والسلام. أدبه وخاصة يا شيخ برهان التواضع هذا يحتاجه طلبة العلم. ما أنا أقول لك هذا هو طلبة العلم دون غيرهم، يعني على الأقل أنت حينما تجد صاحب الرياسة صاحب السلطة يتكبر ويجد له لذلك سبيل، السلطة هكذا، السلطة غير معذور يا شيخ عبد العزيز. ليش يتكبر؟ ليس غير معذور، ما يتكبر، سيحاسب الله على الكبر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر منهم ماذا؟ عائل مستكبر وأشيمط زاني. لماذا؟ لأنه ليس لهم أسباب هذا الفعل، وليس هذا أنهم معذورين، ولكنهم أقل لوما من غيرهم. حينما يكون الداعية متكبر، هذا الذي يعرف هذا الأدب الجم، هذه الأخلاق، هذا السيرة العطرة، ويعرف كلام الله وكلام رسوله في يعني الأدب والتواضع، والذي هو المفروض الآن هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وريثه عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. الذي هو أن ينبغي له أن يكون متواضعا أكثر من غيره، تجده فيه هذا الكبر. وليس هذا يعني أن غيره معذور، ولكن لبعضهم يعني أنت تلوم الآن مثلا، أنت تلوم ابنك أن يخطئ في بيته غير الذي تلوم مثلا جاءك ضيف في البيت. طيب شيخ عبد العزيز، جميل لا بد للدعاة والمشايخ أن يتقوا الله في أنفسهم. نواصل الحديث. بعد أن يعني سقاها صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بعد أن سقى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص رحل الآن، ملأ القدر مرة أخرى، ملأ الإناء مرة أخرى وأعطاه له. جميل. ترك لهم طعام يأكلون منه، لأنه زمان أنت كونك تجد اللبن هذا، طبعا الحليب اللي يسمى الآن هو لبن في زمن الجدباء، في زمن الفقر. نعم. هذا شيء هذا طعامهم، وإن وجدوا تمرا معه فحسن، ومحلوب بيد نبي كريم. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. هي طبعا لا تدرك ذلك، لكنها هي رأت من الأخلاق والسمات والوجه أن هذا ليس شخصا عاديا. شيخ عبد العزيز، كثير من الناس لا يعرفون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة قال العلماء هي أفضل من وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أعطينا بعضا من أوصافها. طبعا ولا بأس أن تستخدم جهاز لو أردت مثلا. والله هذا يحتاج لنا بعد الفاصل إن شاء الله نبحث عن، أو ابحث أنت واقرأ لنا هذا اللي عليك حصة. شايف مما وصفته حينما جاء طبعا أبو معبد ورأى، فدخل البيت فإذا به الشاة بها حليب بها لبن، ووجد الإناء مليء، فقال قال ما هذا يا أم معبد؟ فقالت والله مر بنا رجل مبارك، أو كما قالت. فقال معه اثنين، إذا قال تبادروا لقولهم أو سمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لقوله، يحفونه كما يحفون الجنود بملكهم، أو كما قالت. نعم. الآن أنا أقرأ عليك وأنت تشرح لنا يا شيخ عبد العزيز. نعم. لأن كثير من الناس حقيقة ما يعرفوا رسولهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو النبي الوحيد الذي نقل إلينا وصفه نقلا دقيقا، جميع حركاته، بل ليس وصفه فقط يا خيوله،
مكحلته، بردته، نعاله، وكل ذلك لم يكن ناقته. صدفة. ما وصف أحد من الخلق حتى من الأنبياء السابقين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب علينا أن يعني يقول يعني فيما ذكره ابن هشام في السيرة عن أم معبد، قالت وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: كان ظاهر الوضاء أبلج الوجه. ما معنى ظاهر الوضاء يا شيخ عبد الله؟ ظاهر الوضاء يعني زي ما يقولوا مستنير الوجه. يا سلام. يعني أنت إذا رأيت بعض الناس إذا رأيتهم وهم قليل تجد النور في وجهه، يا سلام، كأنما يعني وربما بعضهم أسمر اللون ولكن فيه نور غريب. وهو كان عليه الصلاة والسلام ظاهر الوضاء بمعنى ظاهر الجمال. يا سلام. ظاهر الحلاوة، أبلج الوجه يعني واضح ومنور عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق، لم تعبه ثلجة أو ثجلة. هذه يبغى لنا الرجوع إلى يعني لم تعبه ثجلة، يعني ليس فيه شيئا عيب، مثل أن يكون مثلا بطين، أو أن يكون صلى الله عليه وسلم طويل. نعم. ولم تزر به صعلة صغر الرأس. وسيم قسيم عليه الصلاة والسلام. يعني زي ما يقولوا أحيانا لما يصفوا بعض الناس المرأة يقول مرسومة رسمة، زي كذا يعني وسيم قسيم جميل مقسم. يا سلام. في عينيه دعج، شدة سواد البؤبؤة، كأنه مكحل يعني. أيوة. وفي أشفاره وطف. أيوة، أشفار العين وطف. وفي صوته صحل يعني بحة بسيطة تعطي جمال للصوت صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كنا نتمنى أن نسمع قراءته للقرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. كنا نتمنى رؤيته. من أوتي هذه البحة غالبا يكون مذيع، وغالبا يكون سيد وجميل الصوت. نعم. وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع. مش انت شيخ؟ ادي معنى سطع. هذا يحتاج لنا قاموس الفيروز أبادي ولا أحور أكحل. أحور يعني فيه سواد العين، اللي هو يعني الخارجي من اللي هي البؤبؤ هذه شديدة السواد. كما قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلا. أكحل أزج أقرن. أكحل تجد كأنما في عينه كحل وهو لم يكتحل. يا سلام. أزج اللي هو هذا الحواجب كأنها مرسومة رسم مثل الزجاج الآن. وأقرن يعني الحاجبان متصلان. هنا هذه المنطقة شديد سواد الشعر، هذه المنطقة ليست فارغة. شديد سواد الشعر واضح. إذا صمت علاه الوقار. الله، هيبة. وإن تكلم علاه البهاء. يا سلام. أجل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق. يا سلام، ما يطلع منه العيب أبدا. فصل، وبعض الروايات تقولون فضل. فصل لا نزر ولا هذر، يعني كلام فارغ، كلامه مفصل. يعني حتى عائشة تقول أنه كان أحيانا كأن منطقه خرزات حب تظن يتحدرن. ربعة من الرجال لا تقحمه عين من قصر، يعني فيه طول وعرض، ولا تشنأه من طول، يعني ليس طويل شديد الطول، غصن بين غصنين. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند عليه الصلاة والسلام. مشاهدي الأكارم، هذه الأوصاف من أم معبد تحتاج إلى حلقة خاصة نأتي بالمعاني قاموس
1000 مرة قرأناها، لكن النسيان آفة العلم النسيان كما يقولون. أم معبد خير من وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة. وذكر المؤرخون أن الله عز وجل بعد أن آمنت هي وزوجها فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، فكان عندها وادي من الغنم، وادي من البقر، وادي من الخير لبركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هناك أحد مبارك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان عيسى يقول الله عز وجل عنه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فإن البركة كاملة تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دعا بدعوته أو خدم نبينا صلى الله عليه وسلم نال من هذه البركة، كما ذكر علماؤنا الأجلاء في تاريخ هذه المرأة عاتكة بنت خالد الخزاعية أم معبد رضي الله عنها وأرضاها. مشاهدي الأكارم، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تجب ودائعه. وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا الذي نور شاشتنا. جزاكم الله خير. جمعنا الله بك مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وجمعنا جميعا مشاهدي الأكارم والمشاهدات. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.